عمرك حسيت انك عايش يومك كأنك في دايرة مفرغة بتكرر نفس الحاجات ومفيش جديد، وبعد فترة بتلاقي نفسك بتسأل أنا بعمل إيه في حياتي؟ نسبة كبيرة من مشاكلنا مش بسبب الناس أو الظروف، لكن بسبب إن إحنا مش فاهمين نفسنا كويس. تخيل لو قدرت تقرأ أفكارك، تفهم مشاعرك، وتعرف كل نقطة قوة وضعف فيك. ده بالظبط اللي بنسميه الوعي الذاتي، وده مفتاح من مفاتيح تغيير حياتك للأفضل 180 درجة. أهلا بيكم. يعني إيه وعي ذاتي؟ بكل بساطة الوعي الذاتي يعني تبقى عارف أنت مين فعلا، مش الصورة اللي الناس شايفينها ولا اللي أنت بتحاول تبقى عليها. لا، الوعي الذاتي يعني أنك تعرف حقيقتك، يعني تعرف إيه اللي بتحبه وإيه اللي بتكرهه، إيه اللي أنت متميز فيه وإيه اللي محتاج تطوره. الوعي الذاتي مش معناه انك تكون مثالي او كامل، لا بالعكس، هو انك تبقى صادق مع نفسك وتقبل انك تكون انسان عندك مميزات، واكيد عندك حاجات تانية محتاجة شغل اكتر، وده طبيعي. كتير مننا بيخلط بين الوعي الذاتي والثقة بالنفس، لكن الحقيقة ان هما مش نفس الحاجة. الوعي الذاتي معناه انك تكون فاهم نفسك كويس، يعني تبقى عارف انت مين، ايه اللي بتفكر فيه، ايه نقاط قوتك، وايه الحاجات اللي محتاج تشتغل عليها. هو ببساطة القدرة على انك تبص لنفسك بصدق. اما الثقة بالنفس فهي شعورك انك قادر على مواجهة التحديات وانك عندك الكفاءة اللازمة لتحقيق اهدافك. الثقة بالنفس بتكون نتيجة مباشرة للوعي الذاتي. لما تبقى عارف قدراتك الحقيقية هتعرف تستخدمها بشكل افضل، وده بيزود ثقتك بنفسك. لكن خد بالك، مش شرط لو انت واثق في نفسك تبقى فاهم نفسك. ممكن تكون واثق لأسباب سطحية زي المظاهر أو كلام الناس، لكن الثقة الحقيقية بتيجي لما تكون عارف نفسك فعلا. فلو فاهم نفسك كويس هتلاقي ثقتك بنفسك طبيعية ومبنية على أساس قوي. الوعي الذاتي هو اللي بيبني الثقة بالنفس مش العكس. ركز الأول على فهم نفسك وكل حاجة تانية هتيجي مع الوقت. وهنا نسأل سؤال: ليه الوعي الذاتي مهم؟ أول حاجة هتعرف تاخد قرارات أسرع وأذكى. ليه؟ لأنك هتكون عارف إيه اللي يناسبك وإيه اللي ملوش علاقة بيك. مش هتضيع وقتك في تردد أو حيرة. كمان علاقتك بنفسك هتبقى أقوى بكتير لما تفهم احتياجاتك وتحدد أولوياتك. هتعرف تتعامل مع نفسك بثقة وراحة. ده مش بس هيحسن حياتك الشخصية، لكن كمان هينعكس على علاقاتك مع الآخرين. لما تكون فاهم نفسك هتعرف تفهم غيرك بسهولة، وده هيبني علاقات أعمق وأصدق. ببساطة الوعي الذاتي مش مجرد معرفة نفسك. طب إزاي نفهم ذاتنا؟ بنمر بمواقف وردود أفعال بتكشف عن شخصيتنا، بس للأسف بنعدي عليها من غير ما نفكر فيها. تخيل كل تفصيلة صغيرة ممكن تكون مفتاح لفهم نفسك. أول حاجة عشان تفهم نفسك ركز على ردود أفعالك اليومية. كل مرة حد يضايقك أو يشيد بك حاول تركز على رد فعلك. هل هادئ، عصبي، راضي؟ الكلام ده مش مجرد تفاصيل، ده مفتاح لفهم شخصيتك. خلي بالك من كل حركة، كل كلمة، وكل شعور. ده هيوضح لك انت مين فعلا. تاني حاجة قيم يومك قبل النوم. في آخر اليوم خد دقيقة واسأل نفسك ايه اللي نجحت فيه وايه اللي محتاج اطوره. مش لازم تكتب صفحات، لكن جملة واحدة هتديك فكرة واضحة عن نفسك. كل يوم خطوة صغيرة هتكتشف فيها حاجات جديدة عنك. تالت حاجة واجه نفسك بمواقف جديدة. حط نفسك في مواقف جديدة، زي انك تقول لنفسك النهاردة اعمل حاجة جديدة، مثلا جرب مشروع جديد في شغلك، او تتحدى نفسك في حاجة بسيطة. هتكتشف حاجات عن قدراتك ما كنتش شايفها قبل كده. كل خطوة جديدة هي فرصة تكتشف فيها نفسك اكتر واكتر. رابع حاجة لاحظ انماط حياتك. اسأل نفسك ايه الحاجات اللي بتكررها؟ ليه بتتعامل بنفس الطريقة في شغلك او مع اصحابك؟ الحاجات اللي بتكررها يوميا هي دليل على انت مين. وفي النهاية الوعي الذاتي مش حاجة تتحقق مرة واحدة، ده رحلة طويلة وبتبدأ بخطوات صغيرة كل يوم. مفيش حاجة اسمها كمال، لكن كل يوم
هتكون أقرب لنسخة أفضل من نفسك. شاركونا التعليقات.